يتحدثون عن احمد شوبير لانه لا يستحق هذا الحديث. نحن نتحدث عن الاعلام الجديد، سواء بيقولوا احمد شوبير او غير احمد شوبير. استاذ سيد، انا شفت الاستاذ محمود معروف انفعل على الاخ علاء صادق اللي رمى الميكروفون زي ما قال دلوقتي، وقال لوزير الاعلام اين انت يا وزير الاعلام؟ انا عايز اقول لوزير الاعلام هو ليس مسؤول عن القناه الاولى او الثانيه او الفضائيه المصريه فقط، ولكنه مسؤول عن المنظومه الاعلاميه كلها بما فيها دريم والمحور ومودر وكل القنوات التي تبث من النايل سات. الحقيره اللي هو علاء، معلش اللي هو مكتوب. معلش نوضح للمشاهد بس. لا انا بقول المكتوب. طبعا ده انا فخور بيها هذه القنوات. قنوات حكوميه او قنوات خاصه زي دريم المحترمه وزي المحور المحترمه وزي مودرن، وكلها قنوات محترمه، كلها في منظومه اعلاميه واحده تخضع لميثاق شرف اعلامي واحد. وعندما صدر الترخيص من هيئه الاستثمار، سواء وزير الاستثمار او رئيس هيئه الاستثمار، لهذه القنوات ببثها، كان الغرض الاساسي منها هو الصالح العام. ولكن عندما يتحول الاعلام الخطير، الاعلام المرئي، لانه اذا كان في 100,000 بيقرا صحيفه ففي ملايين بيشاهدوا قناه، يعني في ملايين دلوقتي بيشاهدوكم. مظبوط. هذا الاعلام اللي اتعلمناه جديد ولم يكن موجودا من قبل. وانا بقول بقى لوزير الاعلام، عندما تشاهد مذيع اسمه احمد شوبير رايح طنطا ياخد الكاميرا معاه، ده السيد البدوي رايح النيابه اللي بيقول لك يا استاذ سيد انك اثرت على التحقيقات وانت عندما استضفت البنت اللي اسمها هبه وبقيتوا تحلقوا عليها انتوا الاثنين عشان ما تقولش لما تقول لك ولما كان بياخد لي فلوس معلش كلكم معاها، يعني ده كان بياخدكم كلكم، والبنت عندها وقائع في منتهى الخطوره انتوا هي دي المجامله اللي انتوا جاملتوها. ولو كنتوا تركتوا البنت تتحدث دون قيود لكانت كارثه في مصر، لان ما يحدث واحد، هذا الاعلان اللي احنا شفناه الجديد ده بيقول تاثيرات. مين اللي خد الكاميرات لغايه مكتب المحامي العام وهو يذهب متهما في قضيه؟ ومن الذي اخذ بعض الناس اللي اجرهم من طنطا يشيلوه على كتافه عشان يأثروا؟ ده انتوا بتخافوا النيابه. انا النهارده عامل 50 بلاغ يا اخي، بروح لوحدي. انت راجل واخد الناس تهتف وتعمل لك رفض، هذا هو التاثير. ولكن هذا الاعلام الجديد اللي احنا شايفينه، انا اختلف مع خالد الغندور. انا مش وين اختلفت مع خالد الغندور. خالد الغندور راجل قال وجهه نظره، يا جماعه احنا ما عندناش مشكله مع الجزائر، بس ما ينفعش انه يتحرق على شيرت المصري اللي عليه اسم مصر. خلاص. تاني يوم قال لك الواد الوزع اللي مش طايل الكرسي، الواد الصغير اللي بيتنطط، ده اعلام يا انس يا فقي. مش تقول لي بقى عقلاء صادق اللي بتاع، هو ده اعلام ان واحد يقول على زميله الوزع اللي مش طايل الكرسي؟ وخالد بادب شديد تاني يوم جاب له ايات من القران الكريم معناها لا يسخر قوم من قوم. طب سياده المستشار، انا عايز اسال حضرتك بقى على رايك في زياره الجزائر. يعني بعد اذن حضرتك، ادي واحد. اثنين، الاستاذ مدحت شلبي، استاذ محمود معروف، استاذ حسن السكاوي، استاذ فتحي سند، عملوا حلقه كان يوم خميس اسمها حصاد الاسبوع في مودرن، تمام؟ وقالوا رايهم ما ينفعش مصر تشتم. تاني يوم الاستاذ شوبير، انا بقول لانس الفقي بقى تاني، هبله ومسكوها طبله، العيال العبت ما ينفعش. ده مش اعلام يا جماعه. الاعلام عمره ما كان كده. الاعلام ان حضرتك عندك رساله، اختلف معايا كما تشاء. انا رايي وانا قلت، انا ضد من اساء للجزائر وضد من اساء لمصر. كلامي واضح. الجزائر شعب محترم، واحنا مصر ومن غير ما نعاير، مصر شاركت في حرب التحرير الجزائريه، وعندما خطفت الطياره اللي فيها قاده المنظمه التحرير الجزائريه، مصر هي اللي رجعت هؤلاء. وحرب على فكره مصر انضربت في 56 من فرنسا، ما كانش عندنا معاها مشكله، ومن انجلترا ومن اسرائيل بسبب ان احنا وقفنا مع حركه الجزائر. لكن عايز اقول ان الجزائر في نفس الوقت عندها مليون شهيد، بلد محترمه، بلد فدائيين، وحررت نفسها. لكن انا النهارده بقى لما انت تكون رايح، اولا الاخ محمد العمده النائب المحترم، ما فيش حد بيسافر عضو مجلس الشعب لما ياخد اذن. محمود معروف كان عضو مجلس الشعب لسه هقول عضو مجلس الشعب لازم موافقه الرئيس، صح؟ ده كلام، دي اللائحه يا حاج محمد عمده. طبعا واخد بالك؟ اتفضل. كنا على مجلس الشعب قبل حضرتك، عشان انا اسافر بلد لازم اخد لازم السيد رئيس ما بيقدم طلب للسيد رئيس مجلس الشعب ويديني. ادي واحد. اثنين،
حضرتك شايف ان الجو متوتر والناس بيشتموا هنا والناس بيردوا هنا. مين اللي اختار حضرتك احسن اعلامي في العالم العربي؟ مين جريده، مع احترامي جريده الشروق، هو جريده الشروق الاعلامي دون المذيع يعني، مش دي القنوات كلها تجتمع مع بعضها، الجزيره على مش عارف على ابو ظبي على دبي، الراجل ده احسن واحد اعلامي، انما هو كان مسافر ليه بقى؟ ليه يا سياده المستشار؟ بس انا اقول كده بالرموز لانه سأفجر مفاجأة يوم الاحد القادم في تحقيقات النيابة عندما يتوجه احمد عبد العزيز. هو في مفاجآت تانية؟ لسه لا لسه عملنا حاجة. لا قول لنا واحدة واحدة كده يا سيادة المستشار. سيناريو رباني، لا فضل المرتضى ولا غير مرتضى، اللي بيفتري، شوف الذي لا يتقي الله في ماله ولا في شهرته ولا في نفوذه ربنا بيحاسبه هذا الحساب العسير. واحد اتنين، اوعى يا استاذ سيد درش قيمة خصمك، مش كل الناس بقى ده قصير وده عبيط وده هبل. يا استاذ الفاضل هو في قناة تطلع واحد يطلع بقاله سنة و3 اشهر اعلامي جديد يقول مرتضى منصور ده مجنون وتاني يوم ده جربان. سيادة المستشار معلش انا عايز اعرف من حضرتك سافر ليه؟ الراجل وقف. سافر ليه يا سيادة المستشار؟ نعم. الكابتن خالد الغندور بيسأل حضرتك بيشتغل مذيع عندنا هنا. احمد شوبير سافر ليه؟ احمد شوبير سافر ليه؟ سافر ليه؟ لكي يلتقي ما نخليها الاتحادات يا استاذ خالد. لا طب لا ما دام لا يبقى اقول بقى ما ينفعش المشاهدين بقى، من المشاهدين كده ما ينفعش. الطياره طلعت الساعه كذا فيها فلان الفلاني او فلانه الفلانيه واتحركت من مطار كذا برقم جواز سفر كذا ووصلت الجزائر حتى يلتقوا بالاخ احمد شوبير. وانا ان شاء الله باذن الله يوم الاحد هو في النيابه بيسال كمتهم هقدم للسيد رئيس النيابه هذه المفاجاه. لا مسافر يهدي النفوس ولا مسافر يعمل مبادره ولا مسافر ياخد ورده يا استاذ مجدي الجلاد ويا استاذ خيري رمضان يا استاذ يا فاضل اللي كل يوم يطلع يقول لكم الناس المحترمين اللي ما بيسووش لزميلهم. ده مش صحافه وده مش اعلام. الاعلام زي ما حضرتك قلت لما يكون عندي حقيقه اوصلها للناس. ما كانش مسافر عشان كل ده، مسافر علشان القضيه بتاعت لمياء ووعد وهبه، وهو كان متخيل ان مرتضى سياده المستشار عشان السي دي. نعم عشان السي دي يعني مش هقول لك قابل مين خلاص، لكن اقول في النيابه قابل مين برقم الرحله وتحركوا من مطار دمشق الدولي الساعه كذا والتقوا جميعا في الجزائر. يا استاذ احمد يا شوبير بلاش نضحك على شعب مصر ولا شعب الجزائر. انت لا كنت رايح تهدي نفوس ولا كنت رايح عشان ورده ولا كنت رايح عشان سلطانيه، انت كنت رايح عشان قضيتك وعشان ابطال القضيه ما ينطقوش بحرف واحد. ولكن من سوء حظك ان ربنا سبحانه وتعالى اللي بيكشف المستور يوم الاحد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بدون مقاطعه مصر كلها تعرف هو قابل مين والرحله مين اللي كان طالع فيها والساعه كام اتحركت من مطار دمشق. انت عندك ايه؟ انت عندك جواسيس ولا عندك مخبرين ولا ايه يا سيد مستشار؟ لا عندي ربنا سبحانه وتعالى مع الحق يا استاذ سيد. وعايز اقول لك انت في النهايه يعني انت وهناء وبشير وسام على صدركم انا شفتكم في النيابه. طب سياده المستشار بس انا عايز افهم نقطه، يعني هو كان رايح الجزائر ولا كان رايح دمشق؟ لا راح الجزائر وحبايبي طلعوا له من دمشق يقابلوه في الجزائر لانه لو سافر لهم في دمشق لو سافر على دمشق الناس هتقول لك هو مسافر ليه؟ ها؟ لكن هم لما يطلعوا له من دمشق على الجزائر الراجل راح يهدي النفوس وياخد الورده وياخد الفله وياخد القله. انا بقول له يا احمد لا ربنا سبحانه وتعالى ده سيناريو رباني بيقول لك اتقي ربنا في المال اللي جالك من غير حساب، في النفوذ اللي جالك في مجلس الشعب من غير حساب، في الشهرة اللي جات لك من غير حساب. ربنا سبحانه وتعالى كل خطوه عملتها انكشفت يا استاذ احمد وميعادنا يوم الاحد ان شاء الله. لكن في النهايه ارجع اقول بقى تاني يا استاذ سيد يا ست هناء يا استاذ بشير يا محترمين صدقوني والله العظيم انا لا اعرف ان سبب بلاغي هتروحوا النيابه وانتوا ناس محترمين وانا شفتك يا هناء وانا عارف الست محترمه وزوجك راجل محترم يمكن ما اتكلمناش كتير لكن انا متابعك من خلال برنامجك وقبل كده من خلال تغطيتك لاخبار الرئاسه مؤسسه الرئاسه وانا اعرف سيد علي نزيه